السلام عليكم اختي. اليوم بغيت نشارك معك واحد السر اللي يمكن غيبدل حياتك. سر تعلمناه من كتاب مؤثر بزاف، شفرة بلال في هذا الكتاب كان دري صغير عاش التنمر، المرض وحتى العنصرية، لكن وسط هاد الظروف الصعيبة لقى السر. القوة ما كتجيش من الظروف، القوة كتجي من الداخل ديالنا. وانت يا اختي، واش عمرك حسيتي الدنيا كتسحقك؟ الخدمه، الدار، الدراري، المسؤوليات اللي ما كتساليش. السر اللي تعلمناه من شفرة بلال هو ماشي الظروف اللي كتقرر المصير ديالك، ولكن القوه الداخليه ديالك، الايمان ديالك بالله والصبر ديالك. كل مره كتصبري فيها، كتنوضي، كتوقفي، كتكملي، راه كتبني واحد القوه اللي حتى انتي ما حاساش بها. كل دمعة، كل تعب كيصنعوا منك إنسانة أصلب، أقوى، أقرب لأحلامك. ما تخليش الظروف تحكم عليك. إلا بلال قدر يواجه المرض والعنصرية، علاش انتي ما تقدريش تواجهي الضغوط اليومية ديالك؟ خلي الألم ديالك يتحول لقوة، وخلي الضعف ديالك يتحول لإصرار. اختي، السر اللي غيبدل لك حياتك اليوم هو نفس السر ديال بلال: الصبر، الإصرار، الإيمان بالنفس. وإلا بغيتي تعيشي القصة كاملة وتستافدي منها بزاف وتحسي بيها كيفاش حسيت بيها أنا، كنصحك تقراي كتاب شفرة بلال. وخلي لي تعليق، شنو هي الحاجة اللي محتاجة تحوليها اليوم من ضعف لقوة؟ يمكن تعليقك هذا أو رسالتك يكون سبب في إلهام وحدة أخرى باغية تبدل حياتها وما عارفاش منين تبدأ. وما تنسايش تشاركي الفيديو مع شي وحدة عزيزة عليك يمكن تغيري لها حياتها. وما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس واللايك، عندكم تنساو اللايك.